السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه. كما تشوفوا معايا لحت طريقه تحضير ديال الشيفلور مره اخرى، حيت الفيديو السابق ما تقراش ليا في اليوتيوب. كان شي مشكل وحذفته وعاودت شاركت معكم الطريقه من جديد. هنا كما كتشوفوا معايا البنات، هاد الطريقه هذه ديال الشيفلور رائعه وكتجي بنينه وجد سهله في طريقه التحضير. هنا عندي الشيفلور اللي عقمته بشويه الخل وغسلته جيدا. كما معروف الشيفلور ضروري كيكون فيه التراب، غسلوه جيدا وعقمته بالخل ضروري. وعندي الماء كافي باش نسلق هذا الشيفلور مع شويه الملحه كما كتشوفوا. طريقه جد سهله ومبسطه للغايه. وكنتمنى لاول مره كتزور القناه تنضم المطبخ فاطمه ام محمد امين القناه باش تولي توصل بكل جديد في القناه. وشكرا للمتتبعات الوفيات للقناه، شكرا جزيلا. وما تنسوش تضغطوا على لايك اللي عجبكم الفيديو. بالنسبه للطريقه، عندي المقادير هنا غنحتاجو الشيفلور اللي سلقته وخليته يستقطر. عندي 3 البيضات، غنزيد 4 ديال البيضات، وعندي كميه ديال الفرماج محكوك. عندي التوابل، غنستعمل شويه البزار وشويه الخرقوم بلدي وشويه الكمون وشويه الفلفل احمر وشويه زيت زيتون. يمكن لكم تضيفوا حتى الزيت العاديه. وعندي بصله اللي شلطتها بشويه الزيت وشويه البزار وشويه الملحه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. صوتيتها فقط حتى دبلات. وهنايا غناخذ هاد الشيفلور اللي سلقت غنمعكو بهاد هذه ديال البطاطا. ما كانش عندكم نضيفوا غير الفرشيط معكوه جيدا. صدقوني البنات كتجي طريقه ممتازه وكتعجب وليداتكم، وكذلك الا جربتوها تعجبكم حتى نتوما. كتجي بنينه بزاف وجيت سهله وعمليه. يمكن لكم تحضروها في العشاء ولا الغداء، لكم اختيار. من بعد ما كملت داك شفرو حتى معكتو جيدا، هنايا غناخذ البيض. كما قلت لكم غنزيد نضيف 4 ديال البيضات باش تكفيني. بالنسبه للشيفرو لكم على حسب الافراد الاسره الكميه اللي بغيتو. يعني تقريبا انا نستعمل نص كيلو ديال الشيفلور. وغنضيف نص ديال فرماج محكوك، كذلك هاد البصله اللي شلطتها. وشويه الملحه، غير شويه ديال الملحه ذوقوا حيت الفرماج عندنا فيه الملحه. وغنضيف شويه زيت الزيتون وكذلك شويه ديال الفلفله حمراء، كذلك الكمون، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره. وغنضيفو نص معلقه صغيره ديال البزار. يمكن لكم تضيفوا الحار كذلك على حسب الرغبه، كيعطيه واحد المذاق رائع. وغنضيف كميه ديال الفرماج، وغنخلي داك الفرماج حتى الاخير حتى يطيب ليا ونزين به من الفوق. غنخلط حتى ينسجموا ليا العناصر. وهنا بان ليا الخليط باقي ثقيل، غنزيد نضيف بيضه.
وغنضيفو مباشرة في هاد المقله اللي صوتيت فيها البصله بهذا الشكل هذا. وغنسرح وصافي. العمليه جد بسيطه جدا. غنضيفو على عافيه تكون مهيله حتى يطيب ليا على خاطرو. عاد نزين بالفرماج، غنخليه يطيب على المهل ديالو ونغطيه ونرجع معكم. كما كتشوفوا معايا من بعد ما طابت خليتها حتى طابت وعاد زينتها بالفرماج. وغنقطع معكم كما كتشوفوا راه كتجي بنينه بنينه بزاف وكتجي رائعه. اكيد عاد تعجبكم. ولا عجبكم لا فيديو اليوم ما تنساوش تضغطوا على اللايك والاشتراك في القناه. وهذا هو الشكل ديال الاكله ديالنا ديال الشيفلو. خليت لكم راحه في امان الله.